بسم الله الرحمن الرحيم. كريم بنزيما بيتألق وبيسجل هاتريك في أول مباراة ليه مع الهلال السعودي في مواجهة الأخدود اللي انتهت بفوز الزعيم ب6 أهداف دون مقابل. في الفيديو النهاردة هنستعرض ردود أفعال الصحافة العالمية على تألق بنزيما اللافت في أول ظهور ليه وأول مباراة مع الزعيم بعد انتقاله طبعا من الاتحاد في الميركاتو الشتوي. البداية مع صحيفة آس الإسبانية اللي قالت في عنوان بنزيما وبداية فضيحة، لأنه طبعا سجل هاتريك في أول مباراة مع الهلال، وطبعا بتقول إن بنزيما بيفتري في أول ظهور هاتريك وأسيست ورسالة لكريستيانو والنصر. كريم بنزيما داس بنزين من أول دقيقة مع فريقه الجديد وعمل بداية ولا في الأحلام. الحكومة نزل الملعب وكأنه بيقول للكل أنا لسه واصل، وسجل 3 أهداف وصنع جول كمان عشان يقلب الدنيا ويولع المنافسة مع النصر وكريستيانو رونالدو. الصحيفة المدريدية اتكلمت عن نجم ريال مدريد السابق وقالت كمان إن اللاعب الفرنسي لعب بالقميص رقم 90 وكان هو نجم الشباك في ليلة دك فيها حصون المنافس. الماتش بدأ هادي بس بنزيما ولعها بجول من لوحة فنية بالكعب فتح بيه السكة. طول ال70 دقيقة اللي لعبهم الراجل كان فايق ورايق وجعان أهداف. الجولين التاني والتالت فكرونا بأيام العز في ريال مدريد، تحركات معلم وإنهاء هجمة مفيش أروع من كده، وختم الليلة بأسيست لميلو مالكوم عشان يثبت إنه مش بس هداف، ده كمان صانع لعب حريف. مش بس بنزيما، ده كمان سالم الدوسري كمل الحفلة بهدفين بعد ما الفار لغى واحد في الأول، وكان في تفاهم وكيمياء عالية بين بنزيما ومالكوم وكأنهم بيلعبوا مع بعض بقالهم سنين. الهلال يفوق في الوقت المناسب، ده عنوان فرعي لصحيفة آس. قالت إن الفوز ده جه نجدة للهلال اللي كان بيعانوا بقاله فترة، 4 تعادلات ورا بعض وعقم تهديفي، وفي الوقت اللي النصر كان بيقرب وبياكل الأخضر واليابس ب5 انتصارات متتالية. بس بفضل انفجار بنزيما الهلال قدر يوقف النزيف ويوسع الفارق ل4 نقط على النصر في وقت بيتقال فيه إن كريستيانو رونالدو عامل مشاكل وفي حالة تمرد مع العالم. نروح لصحيفة ماركا الإسبانية اللي قالت في عنوان لطيف وطريف: بنزيما بقى ملك الهلال من أول قلم ورمى الكورة في ملعب كريستيانو. يا أرض تهدي ما عليك أدي، ده اللي عمله كريم بنزيما في أول ظهور له مع الزعيم الهلالي. الراجل نزل الملعب وكأنه بيوزع هدايا، سجل هاتريك تاريخي في شباك الأخدود في الماتش اللي خلص 6-0 ونهى بيه عقدة التعادلات اللي كانت ملازمة الفريق بقالها 3 ماتشات. بنزيما الكعب العالي، ده قالت ماركا وكملت في حديثها عن بنزيما والمباراة. بنزيما كان لسه بيسخن وبيحاول ينسجم مع زمايله، وده طبيعي، الواحد بقى له فترة بعيد عن الملاعب. بس في الدقيقة 36 قرر يورينا السحر، كرة تايهة في ال18 بدل ما يحطها ببساطة حطها بكعبه ومعها كوبري للمدافع عشان يفتتح شريط أهدافه بلوحة فنية. الحكومة ما بترحمش، وبنزيما ما بطلش ضغط، وفي ضرب دقايق في الشوط الثاني كمل الهاتريك بتاعه بلمسات على الرايق بعد عرضيات من مالكوم والدوسري، وكان ممكن يسجل رابع كمان بس مالكوم سرق منه الجول من على الخط وهو بيحتفل. وطبعا عشان بنزيما يلعب كان لازم في نجوم تدفع الثمن بسبب عدد المحترفين، والضحيه المره دي كانوا داروين نونيز وماركوس ليوناردو اللي ما كانوش حتى في القائمه. بس واضح ان رهان المدرب انزاجي على بنزيما كان في محله تماما، وده اللي قالته صحيفه ماركا. نروح بعد كده لصحيفه موندو ديبورتيفو الإسبانية اللي قالت بنزيما بيحتفل على طريقته، بيبدأ بهاتريك وبيشعل غضب كريستيانو رونالدو اللي هو غاضب أصلا. وفي الوقت اللي بنزيما كان بيولع الملعب بهاتريك وأسيست في أول ظهور ليه مع الهلال، كان الناحية التانية كريستيانو بيحتفل بعيد ميلاده ال41 وهو في قمة غضبه، والموضوع شكله قلب بقفشة كبيرة. كريستيانو شايط والسبب بنزيما، ده اللي قالته الصحيفة الكتالونية. الدون رفض يلعب الماتش اللي فات ومحتمل جدا يغيب عن ماتش الجمعة كمان، ورغم انه نزل صورته وهو بيتمرن عشان يقول انا رجعت، بس الكواليس بتقول حاجة تانية خالص. رونالدو حاسس ان المعاملة مش واحدة، هو شايف ان صندوق الاستثمارات السعودي بيوزع النجوم بمزاج، وان الهلال واخد دلع زيادة عن اللزوم، واللي خلى الصاروخ ينفجر بجد هو صفقة انتقال زميله القديم بنزيما للهلال. رونالدو شايف ان في محاباة واضحة للزعيم. بنزيما طبعا في عالم تاني ولا كأنه سمع الدوشة دي كلها. نزل أول ماتش قدام الأخدود وعمل حفلة، لعب 73 دقيقة
سجل هاتريك عالمي وصنع الجول الرابع في ماتش خلص 6-0. بنزيما قدم أوراق اعتماده كمالك جديد في الهلال من أول ليلة. في المقابل كريستيانو دخل في صدام مع الإدارة بسبب إحساسه إن الكفة مايلة لمنافسه التقليدي، وشكلنا داخلين على موسم تكسير عظام مش بس جوه الملعب، ده كمان في المكاتب، وده اللي قالته صحيفة موندو ديبورتيفو. وبكده يكون انتهى الفيديو الخاص بينا النهارده. بنقول مبروك لنادي الهلال وجمهوره، وهارد لك لفريق الأخدود. أنا قلت اللي عندي، المايك معاكم والتعليقات مفتوحة، دعمكم مهم عشان الاستمرار، لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.